اهلا بيكم في قناة مامونا. بعتذر اني اتأخرت عليكم علشان كنت تعبانة شوية. هتكلم النهاردة عن حقيقة جديدة ظهرت في قضية نيرة صلاح طالبة العريش. قضية نيرة صلاح طالبة العريش اللي هي في كلية طب بيطري في سنة أولى، قضية شغلت رأي العام. البنت اللي قالوا عليها منتحرة ولا مقتولة من أصحابها، وناس كتير قالوا منتحرة وناس كتير قالوا لا دي مقتولة من أصحابها، اللي هي شروق بنت ظابط وطه ابن راجل من كبار البلد. طلعت الحكاية، ذكرت النيابة ان فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش قام بتتبع خط سير الطالبة نيرة قبل الوفاة. انها راحت سابت المدينة الجامعية وراحت لمحل فيه مبيدات زراعية. أقر المالك بتاع المحل لأعضاء النيابة في التحقيقات قال إيه؟ قال إنها جت بسيارة أجرة عشان تشتري حبوب غلة، ولكن ما كانش في حبوب غلة عنده في المحل. وتحققت النيابة بصحة الرواية عن طريق طبعا في كاميرات مراقبة في المحل وفي كمان كاميرات في الشوارع. لما كانت كمان عن طريق تسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة دي، جابوا السواق واللي كان مع نيرة وسألوا السواق ان هو كان بيرافق نيرة، ان هو هي قالت له انها طالبة في كلية طب بيطري وان هي عايزة ضروري الحبوب غلة دي علشان الدراسة بتاعتها، وصدقها يعني وكده. راح لمحل تاني ومع المالك بتاعه وقال مش موجود في المحل، انا عندي ايه في البيت. وراحوا البيت، بيت صاحب المحل، وخدوا واشترت الثلاث حبوب من حبوب غلة ب55 جنيه وخدتهم. والتحقيقات ده مكتوب برضو، كل ده في التحقيقات ان نيرة قاعدة في غرفة في مدينة الجامعية مع شروق ومريم وولاء. طبعا بيبقى في مشاكل في خلافات زي كل البنات مع بعض لما يبقى في غرفة واحدة في الجامعية. خلافات بقى، يعني واحدة تقول انت خدتي فلوس، انت خدتي مش عارفة ايه. فهما كانوا بيقولوا على نيرة انها خدت اموال على كلام التحقيقات اللي هما بيقولوا فيها كده، يعني انا ما بألفش من نفسي. وبيقولوا انها كانت بتصور نفسها سيلفي واحنا كنا بنطلع معاها في الصورة بملابس يعني ايه مش ما ينفعش ايه نطلع بيها، ملابس النوم يعني ترنجات بتاعت النوم وكده في البيت. شافوا في التليفون بتاعها انها كانت بتكلم واحد اسمه باسم، وبقى يهددوها وكانوا عايزين يفضحوها على كلامهم. هما بيقولوا الكلام ده وهي كانت عايزة تمشي من الأوضة عشان كده، من الكلام بتاعهم والخناقات بتاعتهم على طول معاها. حتى طه وشروق قالوا في التحقيقات، قالوا ان هما كانت بتقول يعني نيرة بتقول عليهم انهم بيسرقوا فلوس زيادة، بياخدوا فلوس زيادة في مراجعات خاصة بتاعة الكلية. هما بيلموا فلوس عشان بيعملوا مراجعات خاصة في الكلية. فهي كانت نيرة بتقول يعني انهم بياخدوا فلوس زيادة بيسرقوها يعني وكده. طبعا الكلام ده كل ده مكتوب في التحقيقات. لسه التحقيقات شغالة، ويعني هيبان ده كله في يعني أجلوا التحقيقات في أول مايو اللي جاي، مايو 2024. وقالوا انها هما بيتكلموا يعني بيقولوا ان نيرة كانت بتتكلم على شروق انها بتعرف علاقات عاطفية مع شباب، وانها كتبت بعد كده شروق وطه خدوا الرسائل اللي هي في التليفون بتاعها والصور بتاعتها على جروب الدفعة، عايزين يحطوها
فبيقولوا يعني زميلتهم كان بيكتبوا كده انها زميلتهم اللي كانت بتصلي قيام الليل وبتنصح الناس هنفضحها وهنكشف حقيقتها. يعني على كلام شروق انها بتقول نيرة يعني اللي هي ربنا يرحمها، انها هي كانت بتتكلم على شروق انها بتعرف شباب، بتعرف طه ومش عارفة ايه وكلام مش حلو. فعشان كده بتقول عشان كده خدت الحاجات اللي في تليفونها، خدتها واديتها لطه علشان يحطوها يعني في الجروب بتاع الدفعة، بيهددوها يعني وكمان انها تعتذر. فاعتذرت فعلا زي ما قلت انا بالفيديو اللي فات، اعتذرت علشان ما يعملوش حاجة وما يحطوش صور ليها او اي حاجة في الجروب ما يفضحهاش. واعتذرت وكده، ولكن برضو كانوا بيكتبوا برضو تاني ويشتموا عليها تاني في الجروب بتاع الدفعة. تعرضت طبعا لضغوط نفسية كبيرة علشان بيهددوها بالمراسلات اللي نقلتها من وراها من التليفون بتاعها، وأرسلتها لزميلها طه اللي هو اللي كتب على الجروب بتاع الدفعة. ومعنى ان قال ان احدى الطالبات لها مراسلات وصور خاصة هننشرها في الوقت اللي انتوا هتختاروه، يعني ما قالش اسمها ولا قال ايه هي مين، بس الناس العيال بقى عارفة يعني يعني على اساس انهم عارفين اللي بتصحي العيال عشان بنات عشان يصلوا في المدينة، يعني يصلوا قيام الليل على انها نيرة. وكان بيقول لهم يعني هتختاروا الميعاد امتى. فتحققت لغاية دلوقتي انها انتحرت بالحبوب الغلة اللي هي جابتها. والمحامي بيقول ان المتهمين دول ارعبوا المجني عليها نيرة وانتهكوا حياتها الخاصة، وتم احالة القضية محكمة الجنايات انهم تسببوا في تهديدها وابتزوها، مما ادى الى انها تنتحر بعد قيام شروق بتصوير المحادثات بتاعتها الشخصية، وخدت الصور بتاعتها من الهاتف من غير ما تعرف، وارسلتها لطه اللي هو المتهم التاني، وبدأوا يبتزوها وانتهكوا حرمة حياة نيرة، وسرقوا السكرينات من الهاتف بتاعها وتهديد وابتزاز. أحيلت القضية لمحكمة الجنايات وأجلوا القضية لغاية أول مايو، والتحقيقات لسه شغالة. نيرة دي إنسانة محترمة جدا، ولكن هي كانت قاعدة لوحدها، مفيش حد معاها، مفيش حد من عيلتها، وهي من أسرة يعني بسيطة، وما كانش في حد معاها في غربة، قاعدة في حتة في غربة. راحت لوكيل الكلية، ما حدش اهتم، ان هما بيهددوها بيبتزوها بالصور وبالحاجات دي اللي في تليفونها. وحتى يعني حتى لو يعني غلط ان هي يعني سابت التليفون من غير ما يبقى مقفول، هي واثقة فيهم انها ما يعملوش حاجة. انا بتكلم على كل البنات اللي هم في المدينة لازم، او في الشغل البنات لازم يقفلوا تليفونهم بباسورد عشان ما يحصلش المشاكل دي. مفيش امان دلوقتي، مفيش ثقة بحد. ممكن يألفوا قصص، ممكن يعملوا حاجات بالصور دي بتاعتها. السكرينات اللي لقوها في التليفون بتاعها دي هيعرفوا بقى دي فعلا هم يعني من التليفون نفسه ولا هم اللي كتبوها ولا طبعا التحقيقات شغالة لسه. لسه يعني حتى لو كان في بتتكلم مع واحد فممكن يكون عادي زميل ليها عادي ما فيهاش مشكلة. بس بقى هم بقى عايزين ايه يشوهوا سمعتها ويشوهوها فبقت مضغوطة نفسيا وما كانتش مش قادرة تتكلم مع حد.
ومحدش سمع الكلام بتاعها، راحت لوكيل الكلية وراحت المفروض كانت تروح والله كذا مرة لرئيس الجامعة، حتى تروح تشتكي الدكاترة، ما كانتش تسكت. حتى لو تعبت خالص بقى وكده المفروض ما تنتحرش، تسيب الكلية، حتى تأجل الكلية حتى السنة دي، بس ما تنتحرش. ليه تنتحر وهي ما عملتش حاجة غلط؟ هي ما عملتش حاجة غلط، هي إنسانة بسيطة، ويعني بنات مش كويسة اللي معاها هما السبب في اللي حصل ده كله، عايزين يسوقوا سمعتها. فبقول يعني الناس اللي بتنتحر ياريت يشتكوا للناس، يتكلموا مع ناس، لو حسوا ان هم عايزين ينتحروا فعلا لازم يروحوا دكتور نفساني، لازم يروحوا لدكتور نفساني قبل ما يقدموا اللحظة دي، يفكروا كويس 100 مرة، لازم يروحوا لدكتور نفساني. ولو مش قادرين يروحوا دكتور نفساني، في دكتور نفساني اونلاين، او ممكن يتكلموا مع اي حد. كمان الانتحار طبعا زي ما انتوا عارفين حرام، ولكن بيبقى ده مرض نفسي، بيبقوا مش حاسين هم بيعملوا ايه، فلازم يروحوا لدكتور نفساني اول ما يحسوا بكده، دكتور نفساني، او يروحوا دكتور اونلاين، او يسمعوا دكاترة نفسيين على اليوتيوب، يعني يفضفضوا مع اي حد لغاية لما يطلعوا من اللي هم فيه. اي مشكلة ليها حل، الحل مش الانتحار. زي مثلا شيخ اللي انتحر، محافظ قرآن في رمضان انتحر برضو عشان مشاكل ممكن تتحل، كان أزمة مالية عنده، فممكن كانت تتحل بأي طريقة، ممكن يستلف من هنا أو من هنا. أي مشكلة لها حلول كتيرة. نيرة كانت ممكن تأجل حتى السنة دي لغاية لما تهدى خالص ونفسيتها تبقى كويسة. الحل مش هو الانتحار. القضية هأجلوها لغاية أول مايو. شروق وطه محبوسين لغاية دلوقتي، اللي هم ولاد ناس مهمة محبوسين. حتى المحامي بتاعهم كانوا عايزين يطلعوهم عشان يمتحنوا الامتحان بتاع الترم، طبعا المحكمة مرضيتش، وهيتسجنوا بالابتزاز اللي عملوه والتهديد اللي عملوه اللي هو السبب في الانتحار بتاعها. طبعا هيتسجنوا مش سجن كبير، يعني بمدة طويلة مش صغيرة. وانا بقول ربنا يرحم نيرة، كانت اخلاق جدا وانسانة طيبة، والمجرمين دول اللي بيهددوا الناس وبيهددوا النيرة هيتحكموا، وفي قانون في البلد، مش ابن ضابط او ابن لواء، ما حتى لو كان لواء كله بيتحاسب. وبكده خلصت الحلقة. ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.